واحد طلع من غزة يعذب هنية، ولا واحد، ولا واحد، مع انه المفروض انه هو من غزة ومن اهل غزة، يعني المفروض انه اكبر جنازة تكون لهنية في غزة. بس اهل غزة ما حد بيعرف الحقيقة خالص الا اهل غزة، عشان كده واحد طلع يعذب هنية. ما حد يقول لي عشان اليهود او عشان الاحتلال او غيره، هذا كلام فاضي وضحك على اللحى. اصلا لو واحد منهم طلع يعزي ولا يقول عنه اي كلمة جيدة، كان الناس انتقدته اللي هنا، كان ما سلم منها. بس للأسف الناس اللي برا ما هي عارفة ومغيبة وجاهلة. ليش؟ لأنها ما بتسمع غير بس للجزيرة وأذناب الإخوان المسلمين، بس لا غير. ما بتسمع لأهل قطاع غزة. فتح مخك، أهل غزة ولا واحد منهم يطلع، ولا واحد. مش للدرجة هذه، إلا إذا كان في سر في الموضوع. شغل عقلك شوية، لا تكون عبد للإعلام الضلال، لإعلام الجزيرة وغيرها. صدقوني، للأسف الشديد احنا بنحملهم مسؤولية كاملة عن أي حاجة بتصير لنا، عن كل الدمار هذا اللي بيصير لنا، عن كل العذاب اللي احنا بنتعذبه. كيف بدك يعني نترحم على ناس بتعذبنا؟ كيف بدك واحد قاعد بيقول لا تعطي المحتاج، اعطينا احنا المقاومة؟ لا يا حبيبي، مش انت المقاومة. لما انت تكون متخبي مش انت المقاومة، احنا المقاومة. احنا اللي في النص، احنا اللي قاعدين وسط الدمر هذا، احنا اللي قاعدين بنموت، احنا اللي قاعدين بندفع الثمن. احنا المقاومة مش انت متخبي.